مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقائكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها. المغرب يجذب استثمارات كبريات شركات إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصل بأهم الأخبار المغربية العاجلة. انصبت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة على تحفيز استثمار أجنبي في عدد من القطاعات الإنتاجية، خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر، من خلال إرسال استراتيجيات عديدة يطمح عبرها المغرب إلى إنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2030. وفي الصدد ذاته أكدت شركة شارت إكستراكت الأمريكية أنها منخرطة حاليا في مفاوضات تتعلق بدراسات ومشاريع الهيدروجين مع عدد من الدول العربية، على رأسها المغرب والإمارات العربية المتحدة والسعودية، إضافة إلى كل من مصر وسلطنة عمان. صلاح مهدي المدير العام لقطاع الهيدروجين بالشركة سالفة الذكر وعضو مجلس الهيدروجين العالمي قال في حوار أجرته مع موقع الطاقة إن هذه الدول تتمتع بموقع استراتيجي مهم ومزايا كثيرة تمكنها من ريادة سوق الهيدروجين على مستوى الدولي. وحول مستقبل الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية، أكد المتحدث عنه أن المنطقة في وضع جيد للظهور كلاعب رئيس ومؤثر في هذا القطاع المزدهر والدفع التحول نحو نظام طاقة أنظف وأكثر استدامة، بالنظر إلى وفرة المواد الطبيعية الموجودة تحت تصرف دولها وقربها الاستراتيجي من أوروبا. حنون بن نونة خبير في الشأن الطاقي قال إن المملكة المغربية وباعتراف دولي صارت تعد اليوم من بين الدول الست الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، والمغرب مستمر في إحراز موقع أفضل في نطاق تزمين هذا الهيدروجين، موضحا أنه في ظل الطموح ذاته يعتزم المكتب الشريف للفوسفات إنتاج 3 ملايين من الأطنان من الأمونيا الأخضر في أفق 2030. وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لجريدة الوطنية أن المكتب حاليا سيستورد مليوني طن من هذه المادة، كما يعتزم التحول نحو إنتاج الأسمدة الخضراء، وهذا يستلزم أولا إنتاج الهيدروجين الأخضر، مبرزا أن الهيدروجين الأخضر يعرض أيضا طلبا على المستوى الوطني على غرار الطلب العالمي، مبرزا أن الهيدروجين الأخضر يعرف أيضا طلب على المستوى الوطني على غرار الطلب العالمي. وتابع أن الهيدروجين الأخضر لا يمثل إلا نسبة قليلة من سوق الهيدروجين على المستوى الدولي، كما أن هناك توجه لتحويل كل الهيدروجين في العالم الذي يصل إلى حوالي 100 مليون طن إلى هيدروجين أخضر، ما يوفر فرصا للدول التي تتمتع بقدرات إنتاجية للطاقات المتجددة على غرار المغرب والشيلي والبرازيل. وخلص ابن نونة إلى أن الصناعات صارت تتجه نحو البدائل المتجددة على غرار الهيدروجين الأخضر، وهو ما دخل فيه المغرب أيضا من خلال تصنيع سيارة تشتغل بالهيدروجين، لكن المشكل يكمن في الكميات التي يتم إنتاجها من هذه المادة وكلفتها مرتفعة جدا، لافتا إلى أن الاستمرار في إنتاج الهيدروجين سيساهم في التخفيف من كلفة إنتاجه. ومن جهته إدريس الإساوي محلل اقتصادي قال إن الهيدروجين استثمار مهم جدا بالنسبة لعدد من الدول التي صارت تنجذب إلى المغرب للاستفادة من مؤهلاته في هذا المجال، كما أن تطوير هذه المادة كوقود للتنقل مسألة محبذة مع تسجيل بعض النقاط السلبية بهذا الخصوص. إحدى أهم هذه النقاط تكمن في أن إنتاج الهيدروجين يخلف آثارا سلبية على المنظومة البيئية، ذلك أن استخراج هذه المادة يخلف في المقابل بقاء كميات من ثاني أكسيد الكربون عالقة في الهواء. وأضاف المتحدث عنه وبالتالي فإن المغرب ما دام أنه لم يدخل بعد في هذه السيرورة فعليه أن ينظر برؤية في كيفية التعامل مع تكنولوجيا الهيدروجين مع الحفاظ على التوازنات البيئية. وخاصة المتحدث ذاته في تصريح للصحف المغربية إلى أن ضرورة استغلال جوانب إيجابية لهذه التكنولوجيا وتوظيفها بشكل جيد ومتحكم فيه دون أن يكون ذلك على حساب البيئة التي باتت تعاني في السنوات الأخيرة من تحديات كثيرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.